مرحبا. شكل زلزال المغرب 2023 ارتجاج نفسي داخلي للكثير، حيث لم يزلزل أرض المغرب قاطبة فقط، ولكنه زلزل الحواس ديالنا الدفينة كذلك. أثناء الزلزال تلاشى العقل والمنطق، صرنا جميعا كنطرح سؤال واحد وجودي فقط: ما مدى قدرتي على الوصول إلى باب البيت للهروب، وإلا سأبتلع تحت الأرض؟ لكنني في الوقت نفسه أفكر في أمي وأبي وأختي عند الهرب. ما الذي جعلنا نبكي جميعا ونتعانق مع الجيران وننسى الخلافات ديالنا والمشاكل؟ ما الذي يحصل بالضبط؟ أسئلة تدوخ وتصيب الجميع بدوار الزلزال وطنين الأذن. أنا شخصيا ما زلت أحس بدوار شديد حتى وأنا أصنع هذا الفيديو. لكن وسط كل هذا الهياج النفسي ظهر مغربي آخر، مغربي سخي تضامني جمعوي، يعطي المال والملابس والأكل ويعطي الدم كذلك. شاهدت بأم عيني شبابا وشيابا ونساء وأطفالا أعرفهم حق المعرفة يتبرعون بالدم وكيقولوا بنبرة واحدة نفسها: دمنا واحد. إن قوة الإيمان المغربي استثنائية. تبين أن لدينا شعورا قويا بالاحترام للتمغربت. وللبيان، تمغربت مفهوم مغربي خاص، يعني الانتماء لجماعة المغاربة ولأرض المغرب، وقد تشمل حتى الأجانب الذين شاركونا هواء المغرب ومائه. تمغربت تعني تقديم الدم قبل المال لمن تعرف ولمن لا تعرف. هكذا قال أجدادنا، وهكذا سنقولها لأحفادنا وأبنائنا. المغربي يقدم كل شيء ولا ينتظر شيئا، وهذه خلاصة تربية روحية أسسها أبو العباس السبتي منذ قرون، حين قال عنه ابن رشد: هذا رجل مذهبه الوجود ينفع بالجود. مذهبه الوجود ينفع بالجود، يعني اللي موجود كينفع بالجود والعطاء. وقد بقيت العباسية، وأعرف أن المغاربة كيعرفوا العباسية، يعني أي واحد كيجي يفتح شي مطعم أو شي مقهى في الأول كيدير كنقولوا العباسية، وهي شنو؟ أنك النهار الأول اللي كتفتح فيه كتعطي كل شيء بدون مقابل. جميع أعمالنا قبل وبعد الزلزال تظهر أننا كمغاربة لدينا قدرة فطرية على أداء المعجزات بشكل أكثر من مبهر، نحتاج فقط الفرصة. يحدث أيضا في مرحلة الزلزال شيء آخر غير العطاء: وظيفة العيون والأذان. الجميع يقوم بالاستماع للأخبار والبكاء الشديد، لا مجال إلا للتعاطف في كارثة كبرى. فقرى ومداشر ودواوير محيت من الجغرافيا، لكنها لن تمحى من تاريخنا وذاكرتنا، وسنعيد بناءها بحول الله. وهذا دليل آخر على إيمان المغرب بالمصير المشترك. نحن شعب ممتد في التاريخ والجغرافيا، نحن شعب ممتد في الإنسانية. أيتها السلطات والدول والحكومات، لا تقلقوا بشأن هذه الأسرار المخبأة في داخل الإنسان المغربي، فلديه قدرة على خلق البهجة حتى وسط الآلام، ولديه قدرة على البقاء. فالإنسان المغربي الأصيل يعرف أنه ليس لديه خيار سوى العمل والاعتماد على موارده على ندرتها وقلتها. في زلزال المغرب حصلت واحد الأمور غريبة وعجيبة. قبيلة كتنجو من الزلزال بسبب اجتماعها في صدقة الله. ما حدث في دوار أمرزكان، حيث ينجو المسجد وتفنى القرية بكاملها. قوافل تضامن من كل المدن والقرى من جميع جهات المغرب ومن العالم. سائحة فرنسية ناجية من الزلزال سألوها في فرنسا: هل ستعودين إلى مراكش بعد الزلزال؟ فأجابت: bien sûr, je n'oublierai pas le chauffeur de taxi. Elle m'a emmené à l'aéroport de Marrakech gratuitement. Elle a prié pour moi et j'ai pleuré et nous avons pleuré. طبعا لا أنسى سائق تاكسي أوصلني إلى المطار مجانا وصلى لأجلي وبكيت وبكينا. والمعجزة الأكبر هي تهافت كل مغربي، بل كل إنسان على المساعدة، ومنهم ذلك الرجل المغربي الذي تبرع بما يملك من طحين وانصرف دون التفات.
هذا الاستثناء الإنساني المغربي والقدرة على بث الحب والتضامن لا محدود جعل راهبات إسبانيات بطنجة يتبرعن بدمائهن للضحايا، وقلنا في المحن يظهر إنسان. كل العالم يعرف أن المغرب حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، لكن المغرب الآن يحصل على الكأس الماسية لقيمه الإنسانية والصلابة والأخوة. اليوم بعض الأشياء القيمة التي لا تقدر بثمن تظهر في سياق مختلف، سياق مصيبة بل كارثة كبرى، زلزال. يقول صحفي في قناة أجنبية: يا للهول، هؤلاء الأشخاص قادرون على العطاء دون حساب. وحتى في كارثة مثل الزلزال قد يقدم لك مغربي كأس شاي ساخن ويقول لك: نحن في الحياة ما قدر الله إلى قدر الله. مواقف مغاربة الزلزال تذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهنيئا لنا بهذه الروح الإنسانية الجامعة. من المؤكد أننا في الألفية الثالثة أصبحنا أكثر انعزالية وفردانية، وحتى أصبنا بأنانية ونرجسية مفرطة. لكن تبين في ربع ثانية من ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023 قدرة الله على رد الإنسان إلى عالمه الحقيقي، عالم جماعي يحكمه إنسان جمعي، إنسان يفكر في أخيه أكثر مما يفكر في نفسه. تحياتي لكم أيها المغاربة، وكذلك تحية إجلال لكل المسلمين في جميع بقاع العالم. إلى اللقاء.